أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطبيب. ست عندها 50 سنة بتحس إن هي تعبانة ومرهقة ومش قادرة تمشي على رجليها، ولما بتقوم تمشي على رجليها بتتشنج وما بتقدرش تكمل وبتحس فيها بآلام شديدة جدا جدا. ولما راحت كشفت والطبيب طلب منها بعض التحاليل والفحوصات وهي عملتهم، لقت عندها نقص في مستويات الكالسيوم في جسمها. وده خلانا نسأل سؤال: ليه الكالسيوم بينقص؟ حقيقة عزيزي ان اسباب نقص الكالسيوم كتير، وخصوصا عند السيدات. طيب ده ليه بقى يا طبيب؟ الحقيقة عزيزي ان نقص الكالسيوم عند السيدات بالتحديد بيكون شائع جدا، وده لان الكالسيوم عند السيدات ونسبته بيكون مرتبط ارتباط وثيق جدا وارتباط شديد بمستوى هرمون الاستروجين عند السيدات او هرمون الانوثه. وبالتالي لما بيحصل نقص في هرمون الاستروجين ده بينتج عنه نقص في الكالسيوم. وعشان كده يا عزيزي السيدات اللي بتكون في سن اليأس او سن انقطاع الدورة الشهرية غالبا بتعاني من نقص الكالسيوم، خصوصا لو هم ما بيشربوش منتجات ألبان او ما بيشربوش اللبن وما بياكلوش بيض كتير وما بيتعرضوش للشمس عشان يحاولوا حتى انهم يزودوا فيتامين د اللي بيكون مسؤول بنسبة كبيرة عن انه يسهل من امتصاص الكالسيوم. فده بيخلي الستات اللي في سن اليأس او سن انقطاع الدورة الشهرية عرضة بشكل كبير جدا جدا وبكل سهولة ان يحصل لهم نقص في الكالسيوم. ومش كده وبس يا عزيزي، حتى السيدات اللي هم في سن الثلاثينات او في سن الاربعينات برضو بيكونوا معرضين لنقص الكالسيوم، وده لان هم بيعدوا بفترات من الحمل وفترات من الرضاعة، والفترات دي بيحصل فيها استهلاك لنسبة كبيرة جدا جدا للكالسيوم اللي بيكون موجود في جسمهم. بل دول كمان مع انتشار اللايف ستايل اللي بيخليهم يقوموا من النوم متأخر على فترة الظهر مثلا ويناموا متأخر بالليل، فده بيخليهم يخسروا أشعة الشمس اللي بتكون موجودة في فترة ما قبل الظهر وفي فترة ما بعد العصر. ودي يا عزيزي أشعة الشمس اللي بتكون مهمة جدا جدا جدا، وجسمك بيقدر انه يستخدمها او يستغلها في تصنيع فيتامين د اللي بيقدر انه يمتص الكالسيوم اللي بيكون متاخد في الغذاء اليومي بتاعنا او في اكلنا. والمشكلة ما بتقفش هنا بس كمان يا عزيزي، لا خالص، ده كمان مع انتشار المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين زي القهوة والشاي، وانتشار المشروبات الغازية زي الحاجة ساقعة، المشروبات دي كلها بتقلل من امتصاص الكالسيوم اللي احنا حتى بناخده في اكلنا بشكل يومي. عشان كده احنا دايما بننصح وبنقول ان احنا لازم نبعد الشاي والقهوة شوية عن اكلنا، نخليهم مثلا بعد الاكل بساعتين، مش عشان الكالسيوم بس، ده عشان هم بيقللوا كمان امتصاص الحديد معاه. بتخلي البنات والسيدات يكونوا معرضين جدا جدا لنقص الكالسيوم بصورة اكبر من الشباب او الرجال. طب ايه اعراض نقص الكالسيوم يا طبيب؟ الاعراض يا عزيزي بتكون كالاتي: شد عضلي وخصوصا في عضلات الرجلين. وفي حالة نقص الكالسيوم يا عزيزي الشد العضلي ده بيحصل كتير جدا، آلام العظام وآلام المفاصل، وممكن يجي في صورة وغز وتنميل بين الأصابع أو حوالين بقك، مع كمان تسوس في الأسنان. وفي الحالات اللي يكون فيها نقص الكالسيوم شديد جدا ممكن لا قدر الله يؤدي لحدوث اضطرابات في ضربات القلب. ولو احنا سيبنا الموضوع ما عالجناهوش هيبدأ يخش كمان في هشاشة ولين العظام وكسور سهلة تحصل في منطقة الفخذ وفي منطقة الحوض وخصوصا عند السيدات. وعلى فكرة يا عزيزي الكسور اللي بتكون في منطقة الفخذ او منطقة الحوض دي مش مشهورة خالص، وده لان عظم الحوض وعظم الفخذ بيكون عظم ناشف مش سهل خالص انه يتكسر، فلو اتكسر بسهولة او من وقعة بسيطة ده معناه ان فعلا في مشكلة وان في نقص كالسيوم او نقص فيتامين د او نقص في الاتنين، والموضوع ما ينفعش يمر مرور الكرام خالص. طب ايه هو علاج نقص الكالسيوم يا طبيب؟ حقيقة عزيزي ان علاج نقص الكالسيوم بالنسبة للسيدات اللي في سن انقطاع الدورة الشهرية او سن اليأس
بيكون العلاج معاهم ان هم يزودوا من شرب منتجات الالبان او يشربوا لبن، وان هم ياخدوا مكملات يكون فيها كالسيوم. ولو الموضوع زايد واعراض سن اليأس مضايقاهم او مزعلاهم جامد، بيبدأ الاطباء ان هم يكتبوا لهم على هرمون الاستروجين نفسه عشان يساعدهم في ان هم يتغلبوا على اعراض سن اليأس ككل، مش اعراض نقص الكالسيوم بس. اما بالنسبه للسيدات اللي في الثلاثينات او الاربعينات او حتى البنات والشباب اللي في العشرينات من عمرهم، فهم برضه هيبداوا يعتمدوا على زياده تناولهم لمنتجات الالبان وشربهم للبن، مع ان هم ممكن يستعينوا بالمكملات لو الموضوع عندهم شديد شويه. ولو حسوا ان الاعراض شديده عليهم وان الموضوع كبير، فلازم في الحاله دي يروحوا يزوروا الطبيب بتاعهم. وفي النهايه يا عزيزي، كل المشاكل الصغيرة اللي احنا بنتعرض لها في حياتنا وبنسيبها من غير ما نحلها حل جذري، غالبا هتكبر وتقلب مشاكل اكبر، والعواقب بتاعتها عمرها ما هتكون حميدة. في النهاية متنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. سلام عليكم.